السلام عليكم متابعين قناة صحراء نيوز. اكيد ان الجميع شاف هذا المشهد ديال هذا القط هذا اللي طلع فوق الامام جزائري في ولايه جزائريه. عادي جدا هذا المشهد كيبين الرحمه والرأفه ديال هذا الامام، واصلا هذا الشيء هذا هو الفطره اللي خصو يكون الرحمه بالحيوانات والرأفه بهم. واللي ترى استغراب رواد وسائل الاجتماعيه ان الامام موقفش القراءة، واصل القراءة ديالو في هدوء تام. اما انه عاون كاع القط يطلعوا فوق كتفو لحد الان هادشي عادي جدا، وشي حاجه عاديه ان رواد التواصل الاجتماعي انهم تاثروا بهذا المشهد هذا وعاودوا ليه البارطاج وعاودوا ليه التعليقات بزاف، وشكروا هذا الامام هذا على هذه الرأفه والرحمه اللي في قلبه والحنان اللي عطى لهاد القطه هادي والمواصله ديال القراءه ديال القران في واحد الجو خشوع ورأفه ورحمه بهذا الحيوان هذا. اذا مشاهدي الكرام لحد الان كل شيء عادي، وعادي جدا ان نلقاو في وسائل التواصل الاجتماعي مجموعه من الناس اللي هضروا على هذه النقطه هذه وعاودوا البارطاج ديال الفيديو مرارا وتكرارا، وكذلك عاودوا. ولكن الحاجه الغريبه في هذا الموضوع هذا هو تصوير اخر تصويره اللي فيها هذا الامام هذا الله عيطوا له وداروا ليه التكريم. ما عرفت واش ولا اي حاجه، ولا الانسان ولات عند ولا هذا النظام هذا العسكري ولات عنده عقده النقص، ولا كيستغل اي حاجه باش يبين ويصور ويكرم. كنظن بان هذا المشهد ديال القط ما كيس يعني ما يوصلش لدرجه ان تعيط وتكرم. ولما لا يقدر حتى هذا القط هو يجيبوه يصوروا ويعلقوا ليه ميداليات. هذا الشيء كيبين ان هذا النظام العسكري الجزائري هذا عنده عقده النقص. تخيل دابا هذا المشهد هذا واش يستاهل هذا التكريم ديال هذا الامام هذا؟ حيت الفيديو ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شي حاجه عاديه، ولكن ان طرد انجاز كيستحق التكريم هذه شي حاجه ماشي عاديه. كتبين ان انسان ولا النظام العسكري عنده عقدة النقص، خصو اي حاجه يصورها ويكرمها ويكبرها باش يبان بها ويخلي مشاكل اخرين ديال الطوابير، عوض انه يمشي يلتف المشاكل الحقيقيه مشى يصور امام اللي طلعت فوق قطه. نسال الله السلامه في العقول. شكرا لكم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.